ما كل الناس بترغب سبانغ، بعرف هالشي، بس جربتوا هالخلطة معها؟ أنا التيتا سوسو، وهي وصفتي للسبانغ مع الرز يلي الكل حيحبها. وبسم الله يلا نبلش نجهز أكتر طبق شتوي مفيد وصحي. بداية أنا مجهزة كيلو ونص من السبانغ الطازة، مغسلتن كتير منيح وجاهزين للتقطيع، وبدي أقطعهم بهالشكل. ما بدي صغرن كتير لأنه حيدبلوا بسرعة بالطنجرة. وهلأ ببلش أقطع البصل مكعبات صغيرة بهالطريقة مثل ما شايفين قدامكم. أنا بحب جهز كل مكونات الطبخة قبل حتى يكون الشغل مرتب وأوصل على النتيجة يلي بدي إياها. بدنا حوالي 3 بصلات صغار أو بصلتين كبار حسب شو متوفر عندكم. بدنا كمان راس توم ورشة ملح، وبنهرسن هرسة خشنة وبنحطن على جنب. وهلأ على الغاز طنجرة ومنشعل النار، ومنحط شوية زيت نباتي ومعلقة كبيرة سمنة. بنطر حتى تدوب السمنة وبنزل عليهم بالبصلات، وبحركن وبنطرن حتى يدبلوا شوي لأن السبانغ دغري بيدوب. وإذا البصلة ما دبلت كتير منيح ما حتكونوا مبسوطين من النتيجة. وبضيف الثوم المهروس، معلقة صغيرة معجون الفلفل الحاد، وبحركن شوي. ومنزيد معلقة كبيرة من الكزبرة، وبهي الوصفة الكزبرة شي كتير أساسي، هي يلي بتميز طعم الطبخة. بنزل عليهم بنص كيلو من اللحمة المفرومة، يفضل تكون مدهنة شوي كرمال الدسامة، وبحركهم مع بعض حتى تفرط اللحمة وتتقلى منيح. ويلا نبهر طبختنا. معلقة سبع بهارات، نص معلقة فلفل أسود، ومعلقة كزبرة ناشفة، وملح حسب الرغبة. وهلأ ركزوا معي، الطنجرة ما بتسع كل كمية السبانغ دفعة وحدة، لهيك بدي ضيفهم على دفعتين. أول دفعة بملي الطنجرة على الآخر وبقلبهم وبنطرن حتى يدبلوا شوي، وتصير الطنجرة تساع الكمية الباقية. بتبينكن الكمية كبيرة بس هن بسرعة بيدبلوا وبيصيروا قليل، وبحركهم وبتركن حتى ينزلوا ميتهم. وأكيد ما منضيف مي لأنه مية السبانغ كافية وما بدنا غيرها. وهلأ برجع بدوق وبزبط الملح، وإذا كان في حاجة برجع بزيد. ما الكل بيحب هالطبخة لأن ما حدا جرب اللبن المتوم معها. أنا كنت من هالناس، لحد ما عملت هالإضافة
اختلفت الخبرية كتير. بكل بساطة لبن وسنان توم وشوية ملح مع سبانغ بتصير أطيب طبخة عندكم. صدقوني ما حيمرق شهر وما تعملوها. لا تنسوا تكتبولي بالتعليقات شو رأيكم بهالفكرة، جربوها وردوا لي خبر. ويا جماعة بدي دعمكم، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ولايك إذا حبيتوا هالفيديو، وإذا بدكن أي وصفة خبروني وأنا أكيد جاهزة. شكراً من القلب.